أخيرا حصلنا على أقوى فصل من مانجا جوجيتسو كايسن مودولو، والذي هو الفصل 17. نزلت التسريبات الأسطورية يا جماعة، عودة إيتادوري يوجي وريكا والكثير من الأمور. حط لي لايك واشتراك وخلونا نتعرف على التفاصيل. إذا يا جماعة اكتشفنا أنه والد يوكا إضافة إلى تسوروجي قد اختفى مباشرة عقب ميلاد يوكا، وحصل ذلك بعد أن قام إيتادوري يوجي بزيارته في منزله. ما الذي قاله إذن يوجي لوالدهما من أجل أن يختفي؟ هذا الأمر الذي لا يزال لغزا كبيرا. بالمناسبة ظهر القتال يستكمل بين تسوروجي ومارو الذي أصبح جديا. تمكن مارو من جلد تسوروجي يا جماعة، ضربه تغلب عليه مسح به الأرض، وبينما كانت تسوروجي على شفا حفرة من أن يخسر تلك المعركة، إذا به بوم نسمع كلمات من ريكا التي تقول: إن كانت هذه هي طلبات يوتا فسأفعل ذلك الأمر، قل لي أنك ستوافق وسأجعلك تنتصر في هذه المعركة. هناك يقول تسوروجي: أوافق. وظهرت ريكا التي اندمجت بتسوروجي. صدمة مارو لا يمكن وصفها بالكلمات يا جماعة. أخبروني بآرائكم في التعليقات، ونلتقي قريبا إن شاء الله.